تخترق دفاعات الفريق الأوزبكي، لكن حينما يتقدم إلى الأمام علينا أن نستغل الكرة المرتدة السريعة. كرة من جانب جيباروف أمامية خطيرة. الهدف الأول للوكوموتيف أوزبكستان بالهدف الأول. جيباروف الكرات العرضية الخطيرة جدا، هذه الكرة هنا التأخر في التغطية، وأسلوم توتايف يستغل هذه الكرة ويسجل الهدف الأول. 1-0. لن تكون النهاية، لن يكون هذا الهدف أكيد طبعا أتصور أن لن يكون محبطا، لأن العودة ربما تكون أقوى، ربما تكون أقوى في الدقائق القادمة. فريق الأوزبكي يدافع دائما، يتقدم بين الحين والآخر، استغل هذه الكرة الثابتة وهذا الخطأ في التغطية وبالتالي سجل. 1-0 لمصلحة لوكوموتيف. كل لاعبي الهلال يتراجعون للخلف للتغطية. جيباروف دائما عند الكرات الثابتة لمصلحة لوكوموتيف طاشقند، والأوزبك يريدون هدف ثاني. جيباروف عرضية وخطيرة، جول وصل لوكوموتيف هنا الكرة، وهنا اثنيان يتفرج، يعني كان من الممكن أن يخرج من مرمى، والله بعيدة لكن كان من الممكن يخرج من البداية. يبعد الكرة، وصلت إلى فايزييف الذي ربما مع سعود كريري كان في هذا المكان. وصلت الكرة للمرمى مباشرة وسجل لوكوموتيف هدفا ثانيا في مرمى الهلال. 2-0 في الموسم، يعني ربما أقول أن المدير التنفيذي عليه أن يتدخل، عليك أن تعطي قرارات صارمة على هذا الظهور بهذا المستوى. غير مقبول على الإطلاق، غير مقبول على الإطلاق. ضربة جزاء يحتسبها بنجامين ويليامز. إلتون الميدا يتحصل على ضربة جزاء. هنا الكرة وهنا الشد من جانب اسلوم توتايف، وبالتالي ضربة جزاء هلالية. ضربة جزاء تنعش الآمال وربما أمكن، لكن إن شاء الله في المرمى، وبالتالي هدف يقلص الفارق. الشلهوب يتقدم الآن، الشلهوب يسجل جول. هدف الأمل، هدف عودة الأمل لمصلحة الزعيم. نعم، من نقطة الجزاء دوري أبطال آسيا. الشلهوب بكل هدوء وبكل رزانة حط الكرة في منتصف المرمى وعاد الأمل.